فقرتنا الحين مشاهدينا الكرام جدا مميزة وتهم شريحة كبيرة من المشاهدين سواء من الرجال أو النساء. منو منا ما يحب ولا يعشق العطور بأنواعها وأشكالها؟ بالتأكيد الأذواق تختلف في هذا الجانب، لكن اليوم أكيد كلنا راح نتفق على ذوق واحد في هذا المساء إن شاء الله، واللي راح يكون جدا مميز مع رشة عطر. رشة عطر هو اسم على مسمى راح نتعرف عليه في هذا المساء مع هذا الاسم اللامع في مجال العطورات مع ضيفنا العزيز الأستاذ خالد محمد، وهو خبير ومصمم عطور ومالك شركة رشة عطر للعطور. مساك الله بالخير أستاذ خالد، حياك الله ويا هلا مرحبا فيك مع هذه الأمسية اللي كلها عطر في عطر. يا مساكم الله بالخير، يا مرحبا فيك. أمسيك بالخير أستاذ خالد ويا هلا فيك معنا في الراي، ومسائي أكيد كل اليوم عطور وريحة طيبة وريحة الطيب لأهل الطيب. شلون بديت مع العطور وحبك لها؟ شلون بديت الفكرة أن أنت تسوي رشة عطر؟ الفكرة أنا من كنت صغير، يعني من زمان كنت هاوي العطور، أجمع نوادر، أحب العطور، أحب أشتري الغالي منها. فبديت شوي شوي لما وصلت مرحلة أني حبيت أني أدش بزنس فيها، ودشيت بزنس. حصلت صعوبة في البداية شوي. لأن شنو الصعوبات اللي حسيتها؟ صعوبة التنافس شوية لأني كنت جديد، وصعوبة شو اسمه المصادر، لأن العطور يعني فيها مصادر جدا صعبة بس الحمد لله خلال سنتين قدرت أعرف مصادر غيري مو عارفها ب 15 سنة. وايد زين. والحمد لله الحين في شركات أقدم مني ب 15 سنة قاعدين ياخذون من عندي أنا منتجاتهم الحمد لله. جميل. يعني هذا الحمد لله يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني لهالدرجة المصادر صعبة في هذا المجال، مجال العطور، يعني ما أقدر ألجأ أنا لمكان معين، موقع معين. المصادر تاخذها من المعارض، يعني لازم تحضر معارض دولية. أنا كل سنة أحضر معرض إيطاليا، معرض فرنسا، معرض الصين مرتين، معرض هونغ كونغ، معرض دبي. لازم كل معرض تحضر عشان تحضر بس في بعض المصادر ما يحضرون معارض، فهذا هي الصعوبة في هذه. طيب شو اللي يميز شركة رشة عطر عن باقي الشركات؟ الحمد لله رشة عطر عندنا مصادر، واللي يميزنا الحمد لله ان في عندنا جديد. احنا الحمد لله يعني نبعد عن طريق الكوبي، يعني في بعض الشركات كوبي بيست، يعني اكبر الشركات. يعني ياخذ قصدك العطر يسوي عليه اي يعني ياخذ الفكرة. يعني اعطيك مثال، انا عندي عطر اسمه بتوأم روحي، فكرة جديدة، يعني ولا شركة بالعالم سبقتني له. خلينا نخلي نهاية اللقاء، خلينا نشوق الناس حقه، ما نبي نقول شنو هو الفكرة وشلون شكله. لا خليه صح عشان الناس يتابعون يقول شنو العطر هذا، شنو الفكرة الجديدة الموجودة. حلو. زين. افكار جديدة، يعني مثلا جميل. اللي قدامك على الطاولة فكرة بصالة نفس الشكل حلو جميل، تحطها بصالتك او بديوانية، يجيك ضيف تاخذ اي عطر منها بتعطير وفيها بخور وفيها كل شيء، شكل حلو تحطينها بالصالة. يعني هذه عطور مختلفة؟ هذه عطور مختلفة، فيها عود، فيها مسك، فيها فرنسي، فيها لما يجي عندك ضيف اللي بالنص فيها بخور تبخره، بعدين شوف اللي خالد يعني تحط لهم اياها بالوسط اول ما يدشون يقول لك ما بعد العود. لا انت تحطينها في مثلا مكان بارز من على فكره حتى شكلها كانت زينه او حتى اكسسوار. وانا عندي اشكال جديده راح انزلها ان شاء الله مستقبلا. حلو. يعني. دائما كل محل يحب يميز نفسه بديزاين العطورات ونوعيه معينه من العطورات خاصه فيه. يعني مثلا انا لو اشم عطر على بعد فتره اقول مثلا ان هذا شمته مثلا من زمان بس ما اعرف شنو اسمه، فشنو يميز عطورك؟ اهم عطور عندك شنو هي؟ والله اهم عطور عندي في عطر وايت هارت جديد، هذا عطر فرنسي، انا سويت تركيبته انا في فرنسا. وفي عندي بعض العطر شو اسمه نفيس اللي نزل في المعرض هذا الحمد لله. يعني هذا كان له صدى وايد كبير صح، سمعنا عنه. قبل انا نزلته في المحلات قبل المعرض بيوم، راحت كميه اتوقع انا ما تكمل المعرض. ما شاء الله تبارك الرحمن. ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله. طيب خالد انت تقول انا رحت حق فرنسا واصمم هذه العطور، وايضا احنا قلنا في بدايه المقدمه بانك ايضا خبير عطور وتصميم، ايضا تصميم هذه الزجاجات الخاصه في العطر. نعم. العمليه مو بسيطه، هل متوفره عندنا هنا مصانع بالكويت؟ انت عندك معمل خاص فيك لعمليه وضع هذه الخلطات، شلون تسعى لها؟ انا عندي معمل خاص فيني اسوي التركيبات الاوليه. لما اوصل حق تركيبه عطر اوليه عجبتني اخذ التركيبه ارسلها فرنسا او اسبانيا، عندي مصنع انا اتعامل معاهم. جميل. يركبونها لي ويدزونها لي، لكن التركيبه الاوليه عندي، يعني انا احط العود مثلا عود مع ورد، عود مع مسك، نوعيه من العود لين اوصل لشيء حلو. حلو. اي بعدين اذا
اوكي بغيت انتج انتاج تجاري، اسوي العينه وادزها ويسوي لي نفسها بالضبط. بسبب خبرات معينه ولا انت يعني تجربه في عالم التجربه؟ لا اول شيء كانت خبرات، لكن بعدين صرت انا حتى الحين اعطي دورات في العطور. صرت خبره عندي من المصانع، احتكاكي في المصانع، احتكاكي في المصنعين، واخذت دورات عندهم، والحمد لله شوي شوي بديت يعني الاساسيات كلها عندي والحمد لله يعني. حلو. استاذ خالد، من وين تاخذ افكارك سواء كان حق العطر او الخلطه، او حتى كان انت تصمم مثلا البوكس مال غرشه العطر؟ والله من كل شيء. يعني اقرب شيء. انا قلت من كل شيء، يعني هذه اللي قدامك اللي هي شكلها بصخره، هذه انا كنت مسويها على غطا مال عطر كاب. بعدين تطورت يعني كل شيء، انا اي شيء اشوفه، اي تحفه اشوفها بجميله حلو. اطورها، ممكن اخليها مبخر او اخليها بغرشه عطر وتناسب مجموعه. وتناسب مجموعه معينه. لا ايضا الجميل خالد بانك انت قاعد تمزجها في الشكل الشرقي او تحديدا في الشكل الخليجي، ما صحيح. تبتعد عن الخليج. لان بخليجنا واحد. لا جد والله الافكار، يعني انت تقول انا اشوف اي تحفه فنيه ممكن إيه. تشوفها في فرنسا، في ايطاليا، بايا كان، وتاخذ هذه التحفه وتصممها وفق يعني مفهوم خليجي. حسب السوق اللي عندنا وحنا يعني الشرقي عندنا يعني يعطيك فخامه شوي في جمال، يعني عندك عطر نفيس، يعني يمكن ما شفت قبل بالسوق عطر بالكاب هذا انه في نفيس اللي هو اللي على الطرف إيه هناك. إيه كريستال، ذاك في نفيس اللي مشغول قاعد يدوي، يعني شكله الغطاء وايد ماله فخم. مشغول يدوي. صحيح. عرفت؟ غير العطر نفسه يعني في كمبودي مع بابورمي مع ورد، يعني جميل. توليفه حلوه من برا ومن داخل. حلو. استاذ خالد، كرحلات كثير قمت فيها وكاماكن للسفر سافرت لها، تعتقد ايش كثر السفر فادك في شغلك؟ فادني 90% تقريبا بدون مبالغه يعني. حلو. لولا السفر ما كان شغلي هذا كله اسويه. من اي ناحيه قصدك؟ اختيار الانواع ولا الروائح اختيار ولا المواد؟ اختيار الانواع والخبره يعني في خبرات ما اكتشفتها لما رحت المصانع، قعدت مع المصنعين. الكحول، انواع الكحول اللي نستخدمها شنو نوعيه العطور. الكحول؟ انا كنت استخدم كحول من عندنا هنا بالسوق، بعدين لما رحت فرنسا وتعاملت مع مصنع عطور قالوا لي عطنا الكحول اللي تستخدمه انت. لما اعطيتهم الكحول قالوا لي هذا يخرب العطر. يفسد ريحته. اي فهم قالوا لي قالوا لي اذا تبي كحول لازم ايضا الكحول درجات. اي لازم اعطوني مواصفات حق الكحول. قال لي هذا الكحول مواصفات طبعا ما تبي تقول. مواصفات معينه وشركات معينه اشتري منها، قالوا لي تشتري من فلان وفلان وفلان شركات. فشوي شوي الخبره تسحب بعضها. وفعلا تغير عليك العطر لما استخدمت الكحول المميزه؟ تغير 180 درجه. برز يعني اكثر. الكحول يخرب العطر. إيه؟ لان بعض الكحول يجيك اول ما تحطه ريحته حاره حيل، ما تلاحظ بعض العطور صح. لما يشتري او يقول لك يصير كحه وحكي انطر لين بالامك. تبرد. صح. لا العطر الصح تشمه على طول. اوكي. يعني سالفه انطر لين يبرد، يعني في بعض الناس يرشون على شويه، يعني يرشون على شغله معينه بلاستيك او بيبر او أو بيبر ورقة. او ورقه معينه، يرش عليها وياخذها معه ويسجل الاسم ويشمه. احنا اللي نعرفه وان شاء الله انت تصحح لنا المعلومه بان العطر يتفاعل مع جلد الانسان، فانا لما ارشه على جلدي يختلف تماما لما ارشه على ورقه معينه او بلاستيك نعم. او غيره. صحيح الكلام مدى تفاعله مع نعم. جلد الانسان؟ العطر يتغير من شخص لشخص بنسبه تصل الى 20%. هذا كلام علمي مو كلام يعني، كلام ابحاث علميه. يقول لك العطر يتغير من جلد الشخص من نسبه من 15 الى 25 بالضبط، يعني حسب الجلد. ففي ناس يعني حسب. طيب شلون انا اميز ان هذا العطر جيد؟ العطر هذا ممتاز، هل فعلا هل من اول ما شم القوه هذه هو اللي تعطيه دلاله، ام البقاء في بعضهم يبقى يومين ثلاثه على الملابس هني القوه؟ شلون اميز انا؟ بقاء العطر حسب الجو اللي انت فيه. يعني عطر تحطه على ملابسك ما تطلع من البيت او بالشتاء يطول معك يومين، نفس العطر تحطه تطلع عندنا بالصيف شهر 7 مراجعه ولا يروح. ليش؟ لان العطر انت تشم الماده الزيتيه مالته، لما يتبخر الكحول تظل الماده الزيتيه تبدا تتبخر شوي شوي تعطيك العطر لين تخلص. بس استاذ احنا بالصيف ما نحس ان العطر هو يعني بالشتاء نحسه ثقيل. من الحراره. ايوه حابينه. فالحر والصيف يفسده. الحراره تخلي العطر يتبخر باسرع يعني. حلو. انزين، بالنسبه حق تعاونك مع التجار المنافسين في نفس المجال، شلون تعاونتك وياهم؟ في تعاون بينكم؟ يعني تجيب لهم مواد يجيبوا لك مواد، مثلا انا ما عندي هالشغله تاخذ من عندهم؟ والله اتعاون مع الكل الحمد لله. في يعني تعاون مع كثير من شركات، وخاصه احنا بتجار الكويت يعني
عندنا تعاون مع بعض ونساعد بعض، يعني مو طبعا مو الكل، لكن فيه نسبة كبيرة منهم ما شاء الله شباب مبدعين يعني. بما ذكرتم يعني خالد، هل لك تعاون مع شركات معينة، شركات عالمية محلية؟ في عندي بشركات الحين بشركتين موجودين بس بالسوق، كل شغلهم من عندي، انا مؤسسهم كل شيء من الى يعني. وتمدهم بالعطور اللي عندك اليدين. من الى يعني، هم بس دفعوا الفلوس وانا اسستهم عطور، صنفت لهم العطور، سويت لهم كل شيء، ياخذون مني منتجات جاهزه تحت اسمهم هم. حلو، وايد زين. اي الحمد لله. وفي نفس الوقت يعني المنافسه تظل داخليه منك لا لا لا, لا لا اذا هو نجح انا نجحت. اي اكيد، لان شغلك هو شغلك كل شيء ياخذ من عندي، عرفت؟ وتحت واصمم له اشياء مو موجوده عندي، لان هو بعد هم يعتبر بزنس لي. صحيح. بس ما تحس بالغيره يعني نوعا ما بان الشركات هذه قاعد تضع عطورك، قاعد تضع عطورك واسمك هو موجود؟ لا مو شرط عطور، يعطيه عطور خاصه فيه هو. لا احنا نقصد شنو استاذ، يعني مثلا الحين انا سويت مثلا هالعطر يحمل اسم غاده، لما ابيع نفس تكوينته او تشكيلته لاسم ثاني وينجح اكثر، ما تحس بالغيره؟ لا عاديه، لان ترى كثير عندنا بالشركات نفس العطر تلقينه 6-7 اسامي. هذا اللي اقصده، برافو عليكم. لا موجوده. وانا اقصد شيء اخر، بان انت عطرك انت اللي تسوي العطر وتقدمه حق هذه الشركه، الناس تدري انه تبع شركه فلان، لكن ما يعرفون انه خالد اللي مسويه. إيه؟ ايوه هذا اللي اقصده. انت هني ما تحس بنوع من الحزن مع نفسك؟ لا بالعكس، لانه هو كثر ما ينجح انا انجح، هو بزبوني كثر ما يبيع انا ابيع، وانا باخذ من عندي انا يشتري يعني راشد. بس الشركه، لكن الناس اليوم خالد موجود بالمعرض، يعني انا بوصل صوره خالد انت اليوم موجود بالمعرض، الناس خذت هذه العطور من هذه الشركات، شركه الف او باء او جيم، واليوم خالد موجود ونازل بالمعرض. انا ما ادري ان العطر اللي خذيته من الشركه انه عطر خالد. ما عندي مشكله، هذا اللي اقصده. هذا اللي اقصده. استانس ليش؟ لانه هو يعتبر بزنس لي ونجاح نجاح لي، والحمد لله ما احسد الكل واساعد الكل. الله يهنيك صراحه على طيبه يعني روحك، وفي نفس الوقت المنافسه ترى حلوه، وانت بالفعل اللي مثال جيد حق هالمنافسه. الله يسلمك. انزين استاذ خالد، رشه عطر في الكويت ما شاء الله لها اسم وبارز وصار معروف للناس الكثير، يعني رغم انه فتره قصيره. نويت ان انت تسوي فروع خارجيه في الخليج او الوطن العربي؟ في عندي ان شاء الله بالرياض قريب ان شاء الله، وفي بدبي ان شاء الله، بس عندي الحين مفاوضات مع المجمعات التجاريه. صراحه اخترت اكبر دول منافسه للعطور اللي هي الرياض ودبي، لان سوقنا احنا بالكويت سوق صغير، واللي انا عندي طموح كبير جدا، واللي عنده طموح لازم يطلع برا الخليج عشان يكون السوق اكبر، بشريحه الزبائن اكبر. يعني خطتك بعد دبي والرياض الى الدول العربيه، او ممكن تشارك معارض اجنبيه؟ ان شاء الله باذن الله. ممكن. ما في شيء صعب على الانسان هذا بالتاكيد. طيب خالد، الان في ظل هذه العطور الكثيره متنوعه ومختلفه، شلون يقدر خالد يعني يبدع شيء جديد في عالم العطور؟ انا الى الان عندي بعد 3 شغلات جديده بالسوق ما نزلتها، اخلي كلش حق معرض واحده، لان احنا مشكلتنا في السوق مو الكل، يعني في ما شاء الله شركات يعني مبدعه وتبدع، نفس دار الطيب، امل الكويت، شركات كثيره بتبدع يعني. في شركات ثانيه لا، فانا شو اسوي؟ كل اعطيهم شوي على ما يقلد هذا، الا نضل له واحد جديد. ما يمدي. اي مو الكل، الله فيهم بخير يعني. يعني خالد تفضل. في شيء تبي تضيفه؟ بالنسبه للعطر الجديد، تبي تقول عن العطر الجديد؟ العطر الجديد خليه بعد شوي، انا بشوق الناس اكثر. لا انا بشوق الناس. ابي اسمع. خليه بعد شوي العطر الجديد. لكن خلينا نتكلم ايضا على موضوع التقليد، يعني حضرتك كل شويه بالحوار تذكر عمليه التقليد. نبي نقول حق الناس في بعض العطور، كونك انت خبير موجود معنا نستغل الفرصه، بعض العطور نلاقيها في بعض المحلات 100 دينار، 120، 200، 50، 40، 30 دينار، ونفس العطر تلاقيه في محلات ثانيه قيمته 5 دنانير، 10 دنانير، لا ومغلف بعد. وين المشكله هنا؟ هل فعلا هو نفس العطر ولا فعلا تقليد، والتقليد مدى ضرره على الانسان؟ حلو، انا بختصرها لك. شركات العطور اللي تصنع بالعالم هي 4-5 شركات، وتصنع حق كل الماركات العالميه، كل ماركه تجي تشتري منها عطر، في عندهم طريقتين بالتسويق، يا اخذ اسمك كريستيان ديور مثلا، اخذ اسمك واعطيك على كل عطر $10 ابيعه، او اسوي لك عطر وانت تدفع له بتبيعه. تركيبة العطر عند المصنع الأساسي. بعضهم صاروا يسوون كوبي قريب جدا منه، فصارت يعني مثلا عطر بتوم فورد مثلا جابوا نفسه قريب منه بالضبط، كما انت تحس انه نفسه لكن هو مو نفسه، فيبيعون الكيلو ماله رخيص حيل. تقوم الشركات الصغيرة تشتري وتسوي نفس العطر بس أرخص حيل. لكن هذا يعني في بعضهم يكون نوعيته زين اللي مر على وزارة الصحة، بس في نوعيات تهرب. ما يعني هو يقول لك الكوبي، يعني ما عندنا يعني يقول سوق السلاح متروس عطور، ايش رايك؟ والله ما اتكلم عن سوق السلاح، لكن
الكل أنت يقول في كوبي استاذ، يعني ما للاسف ممكن تروس يكون ما عندك تروس، إيه؟ لكن في العطور الرخيصه حيل 5 دنانير وهذه. صحيح. لان العطور مواد كيميكالز، اذا كانت رخيصه حيل تكون مواد رديه وسيئة. تاثر على الجلد، يعني بالفعل. العطر لما ترش على الايد ولا على الجسم يدش داخل بالدم، لان الجلد كله مسامات. معقول استاذ خالد يوصل لغايه الدم، دم الانسان؟ نعم معروف الجلد مسامات، لما تحط انت دهن ما يعطيك الدكتور مسامات الجلد علاج يوصل الدهن. للدم؟ صحيح. كريم وين يروح الكريم؟ نفس مسامات الشيء. الجلد، لكن يوصل الى الدم؟ يوصل للدم، يوصل. ليش ما يوصل؟ مضره هذه التقليد؟ اكيد مضر. فانا انصح يعني ان ما يشترون الا من شركه لها اسم. شلون افرق؟ يعني انا خايف ايضا بعض الشركات تاخذ التقليد اشتري هذا. من شركه لها اسم. امل الكويت، اي شركه نعم. لها اسم تخاف على اسمها. صحيح. مو محل يعني صغير وما عنده مشكله باسمه. انا الحين لو اخسر مثلا في معرض ولا خسر محلات ما عندي مشكله، بس اهم شيء اسمي. يظل اي. الاسم، الواحد يخاف على سمعته، لان السمعه هي البزنس الاساسي يعني. حلو. الحين نتكلم عن العطر اللي احنا ناطرينه من اول حلقه، عطر نفيس. كلمني عنه، شنو جات لك فكرته، اهم مكوناته؟ عطر النفيس هذا انا كنت مسويه عطر حقي انا استخدمه، عطر غالي شوي، استخدمه حقي انا، كنت خالطه عودين دهن عود نوعين، وحط معاه ورد سبارتا، حط معاه كميه بسيطه، لان الورد سبارتا فواح جدا ويعطي فوحان وغالي. فاكثر من شخص شمه معي، حلو عطرك حلو عطرك، نزله، كنت خلنا نزلته، فخفت ما بغيت انزله باي زجاجه، جبت له كاب وجبت له شغل سبيشال خاص قاعد نشوفها حقه مع مشاهدينا. انزين. ويعني حتى الغرشه مالته كلها مرصعه وشكل حلو، والحمد لله نجح معي. ما شاء الله. زين العود والورد والامور هذه يقولون في قطفه اولى وقطفه ثانيه وقطفه ثالث، هذا يعتبر من الدرجه الاولى؟ لا الورد بشكل اي انا حاط معاه اغلى نوع ورد بالعالم، ورد سبارتا افضل نوعيه، حاط معاه ورد سبارتا بتركي. استاذ انا بقول الفكره هذه من وين استوحيتها؟ يعني هو ابداعك الشخصي؟ لا هو شوف، الورد مع العود مو فكرتي، الكل عارفها وكل التجار يستخدمونها. الجديد في العطر شنو؟ الجديد في العطر هي توليفه عودين مختلفين جدا. يصير تقول ولا؟ عود يعني انا عارفه مثلا يعني دهن سي او في مثلا احطه مع عطر ولا كمبودي؟ لا هو انا في عندي نوع من انواع الكمبودي مو موجود بالسوق. حلو. باحدى سفراتي لقيته بصدفه. واشتريت كميه بسيطه حقتي واستخدمته، اقول خلطت عطور طلع حلو. رديت وسافرت وجبت منه كميه، لانه مو موجود بالسوق، انا ما شفته بالسوق كله، ما شفته. نوع من العود البورمي، العود الكمبودي اللي حاطه منه متوفر بالسوق. حلو. بس لما حطيته طلع نكهه غريبه يعني. شوقتني صراحه. لا يعني انا حتى حسيت ان ريحته من كثر ما يتكلم عنها طلعت لنا. وحطيت مع الورد عاده لما تحطينه مع العود من اي مصدر تجيب الورد؟ لان الورد مشاري مثل ما قال راشد انه في قطفه اولى وثانيه وفي نفس الوقت غالي. إيه؟ الدول تعتمد عليها مثلا وين؟ اللي هو الورد اللي حاطه معاه ورد بتركي. حلو. ورد سبارتا معروف بالسوق كله، بس انه بغالي جدا يعني. يحطونه مع العطور الغاليه بس. صراحه انا احب البنفسجي بوجه عام كلون، لكن هذه هذا اللوجو مالي البنفسجي. هذا اللون وهذه القنينه اللي هي علبه العطر اللي على يسارك، ما شاء الله يعني تصميمه حلو، اللون وايد راقي، تصميم الورد تحس انه هو يناسب الرجال ويناسب الحريم. نعم. وكهديه وايد فخم. كلمني عنه، شنو مكوناته؟ بتحكين عن العطر الحين هذا؟ يعجبني صراحه. انا بعده باجله بعد اذنك وبعد اذنه، خلي الناس تشتاق وتتعرف على العطر هذا، لان العطر هذا مشاهدينا في شيء ابتكار جديد لاول مره في عالم العطور قاطبه، سواء بالكويت او بالعالم كله، شيء ابتكار جديد ابتكره خالد ولدنا واخونا كويتي، ابتكر هذا العطر، راح اخليه بعد شوي يتكلم عنه. العطر ولا تبي تحكي عنه؟ انا شوقت الناس، انا اللي دوري شوقت الناس. انا ابي. يلا عرفهم على العطر. هذا الله يسلمك. انا كنت اخلط دائما، احط عطرين، ارش عطر واحط مع بعض. فركبت انا عطرين حقي وحطيت فيهم، قلت ابي ارشهم مع بعض. لما ترشهم مع بعض، مثلا الحين هذا واحد منهم، شوفه بسم الله، شكله ثقيل بعد ما شاء الله. اي ثقيل، لانه فيه 500 قطعه كريستال. اوكي. مرصع 500 الصغيره والكبيره. ما شاء الله. إيه. زين. شنو اسمه مره ثانيه استاذ؟ اسمه توأم روحي. توأم روحي. لان عطرين توأم داخل فيه. زين. هذا والكريستال اللي موجود من النوع الفاخر اللي موجود. نعم. انا هذا الكريستال مصنع عند شركه متخصصه بالمجوهرات. حتى استغربوا يقولوا لي انت اول شخص يسوي عندنا حق عطور. حلو. قلت انا جيتكم علشان ابي شيء راقي. صحيح. هذول لما تبخهم مع بعض، هذا مثلا عود زين مع مسك. حلو. يرش واحد مني وواحد مني،
وبالنص يختلطون يرشون مع بعض. اللي على اليمين يشم عود، اللي على اليسار يشم مسك. واللي بالوسط لا، لما كل شوي يشم معك عطر. يعني لما امشي يمك يعني من وراك او شيء، كل شوي اشم عطر غير، يتغير العطر، فهو صار 3 عطور بعطر. حلو. بس شوي عشان اثبت على الكاميرا من اذنك. لو عجبك مثلا عطر معين ترشين منه، لو عجبك يعني شوفي. حلو. ترشينهم مع بعض. شوف الرذاذ كله ينزل مع بعض. هذه الفكره، ان الرذاذ ينزل واحده فوق الثانيه، لانه هو الرذاذ ينزل كنت بقول كذا ضغطنا ما يصير صوب. ممكن تعطيني العطر استاذ خالد عشان بعد ربنا الكنترول. هذا هو مشاهدينا. شوف انا واقف عليك تو امروح ما ادري يصير ايش لو ما يصير. تبين من الاثنين ولا من واحد؟ لا من الاثنين. من الاثنين. والله ريحه الحين قبل الرش ما شاء الله. يعني شميت لما جت مني. تفضل. وين؟ شوف مو من قلب. هذا هو. لا وريحته شتويه وتناسب الرجال والنساء. مسك VIP. زين. ما شاء الله. والثاني عود، والثالث اللي هو الازرق اللي هو توأم روحي فضه، فيه مسك، في ورد مع عود. طيب رجالي نسائي ام رجالي نسائي؟ لان هذا عود، العود ما فيه رجال نسائي. رجال نسائي. اللي بيدي استاذ خالد عود وشنو؟ عود ومسك. عود ومسك. وهناك عود وورد. رجالي ونسائي. هناك عود وورد. روز مع. انزين انت اي واحد فيهم تفضل لو تبي تاخذ حقك انت؟ البنفسجي صراحه. اذا انا راح اشتري واحد، يعني انا اقول على راح اشتري اللي يستخدمه خالد. ما شاء الله. عرف؟ وراح اشتري منك العطر هذا. انت قلت عندك يعني عروض في هذا المعرض تقدمها. ومكان هو تكلفته غاليه، العطر اللي فيه غالي، والتكلفه هذه تكلفته سعرها 90 دينار. ما شاء الله. هذا اللي بيدي المعرض بس مسوينه. اي. وعلشان هذا اعلان الحين نقول حق الناس يحبون يستخدمون العطر. 50% بس بالمعرض. ما شاء الله وايد حلو. هذا العطر سعره مشاهدينا قبل المعرض وبعد المعرض 90 دينار، ولكن علشانكم وفي المعرض مسوي عروض خالد ان هذا العطر قيمته 45 دينار المرصع بالكريستال. كل الشكر لك خالد، ما قصرت. اذا عندك كلمه حاب توجهها للمشاهدين ودعوه توجهها لهم، طبعا مواقع خالد قاعد تشوفونه على الشاشه على تويتر، اللي حاب يتواصل معاه بالتاكيد موقعه كان يظهر على الشاشه، واذا الاخوان ايضا يظهرون على الشاشه مره ثانيه. واذا عندك كلمه حاب توجهها للمشاهدين الكرام ومحبي عالم العطور تفضل. انا تشرفت فيكم وشاكر لكم صراحه على تشجيعكم. لا والله تستاهل. الريحه والله صراحه مشاهدينا الريحه للحين واصله عندي كانها تو راشها. وانا الحمد لله وصلت مرحله اتمنى ان الله يعيني على الابتكار الجيل الجديد ان شاء الله. لان صعوبه انك تستمر في النجاح. صحيح. وان شاء الله ان الله يوفقنا ان شاء الله. صراحه استاذ خالد يعني انت مميز من خلال اختياراتك لنوعيه البوكسات، نوعيه العطور، وايضا عندك امانه بينك وبين نفسك وسلام ان تحاب الخير لك ولغيرك. اكيد. وانا يهمني بس الجوده، يهمني الاسم، فعلشان كذا نزلت سعره حيل عشان بس المعرض. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله في هذا المعرض، واتمنى لك ايضا مزيد من النجاح خلال الفتره الجايه، وايضا تكون ضيفنا على فترات كل ما كان عندك شيء جديد حياك الله. اتشرف انا. الله يسلمك. مشاهدينا راح نروح معكم فاصل سريع ونرجع مع الفنانه البشوشه دائما منى شداد بعد الفاصل.